والكتب التي تبين كلام الله على الصحيح هي التي نذكرها الآن. الأول كتاب السنة لابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، فهو ذكر شيئا قليلا من العقائد في أول الرسالة، ولكن له كتاب خاص بالعقائد اسمه كتاب السنة، وذكر فيه أن القرآن كلام الله، وأنه صوت وحرف وعربي، ولا عبرة بقول السنوسي والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق ما يتعلق بالعلم، هذا باطل بهتان. الكلام الله هو القرآن بحروفه وأصواته، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام قال بالعامية: إذا واحد من الكفار المشركين أطلب منك الأمان يا محمد أعطيه الأمان، إذا بغى يطلع على الدين ويسمع منك القرآن أعطيه الأمان حتى يدخل لبلادك ويسمع كلامك وتبين له القرآن وتشرح له وتبين له وبلغه في الأمان إلى محله، بغى يأمن ولا ما يأمنش كيفه حريته. هذا معنى كلام الله. هنا اللي يسمعوه هذا المشرك منين يسمعوه؟ من النبي، والنبي ينطق بحروف وأصوات، فكلام السنوسي باطل وضلال. وإيمان الصحابة والتابع لأئمة المجتهدين وأن الكلام هو كلام الله نطق به وبلغه رسول الكريم، وهو هذا نفسه القرآن. أما الكلام النفسي الذي يزعمونه وهو أنك هو ليس بحرف ولا صوت وهو صفة قول الله فهو باطل لا وجود له، لأن الكلام في لغة العرب لا يطلق إلا على الحروف والأصوات، وإذا أردت نطلق على كلام النفس نقول قلت في نفسي بقرينة. حاصل نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح واتباع النبي الكريم والاشتعال